طلبتوا من عندي انه انا اطلع واتكلم عن هذا الموضوع واعلن اذا الموضوع فعلا طلعت بيه عصابه. فام سيف باسطنبول وانا باسطنبول، هل يا ترى راح يصير لنا شيء اذا نزلنا هذا المقطع ونصرنا بيه ام سيف؟ الله يستر. عود الموتة وحده والرب واحد، على شنو نخاف؟ السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صح؟ ان شاء الله بخير، وياكم منتظر من قناه بيكاتشر. رجعنا لكم مقطع جديد، ويا هلا وميت هلا بشباب بنات الطيبين. العالم كله ملتهي بسالفه كورونا اللي بيه يوميا الحالات صاعده نازله، وما بين مستشفيات وما بين كمامات وما بين طيران وقف وتجاره وقفت، والعالم كله ملتهي بهذا الامر. والا يطلع لنا مقطع باليوتيوب طوله 29 ثانيه. هذا المقطع خلال يوم واحد فقط وصل ل7 مليون مشاهده، واكثر من 500 الف لايك، واكثر من 140 الف تعليق. جاي تتخيلون حجم التفاعل اللي الناس تفاعلته ويا هذا المقطع؟ وبالفعل هو المقطع يستاهل هذا التفاعل، لان بيه رسائل كلش خفيه، ومقطع مستحيل تقدر تتجاهله اذا شفته قدامك. اللي شاف المقطع شافه، واللي ما شافه فراح اخلي لكم رابط المقطع بالوصف. تمام؟ هذا المقطع طلعت بيه ام سيف وقالت انه هذا اخر فيديو الي باليوتيوب، هلا اجى الوقت اللي صار لازم فيه اني اترك اليوتيوب وخلص بعد ما راح انزل فيديوهات. قرار اعتزال اليوتيوب ممكن يطلع من يوتيوبر باي لحظه، كلش طبيعي يعني، عادي ممكن تشتغل شغل الفتره ووراها تحب انه تغير هذا الشغل بسبب الملل من الروتين، او انك ما حاب هذا الشغل، عليه الى اخر الاسباب. بس اليوم يا شباب قرار اعتزال ام سيف اجى بطريقه الصراحه كلش مريبه وغريبه بنفس الوقت. فيلا يا شباب خلونا نشوف المقطع سوا ونبدا نحلل الشغلات اللي موجوده، لان فعلا هذا الفيديو بيه شغلات كلش مهمة، ونشوف ايش موجود بيه من رسائل خفية. وهذا المقطع يا شباب اللي بيهم سيف قالت انه هي راح تعتزل اليوتيوب، وهذا اخر مقطع لها. خلينا نشوف المقطع سوا ونحلل الرسائل الخفيه الموجوده بيه. زين، يعني المقطع مو كلش خلينا نقول بيه حكي هواي، يعني كم كلمه ب 29 ثانيه قالت بيها رسائل كلش مهمه. فان شاء الله يقدرنا ونحلل الموضوع بصوره صحيحه. قضينا ايام كتير حلوه على اليوتيوب مع بعض، احلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم. وهلا اجى الوقت اللي صار لازم فيه اني اترك اليوتيوب. انا ما عاد انزل اي فيديو على اليوتيوب. هنا حاب اقول لكم شغله كلش بسيطه، اللي هي اليوتيوبر ممكن باي لحظه ينزل فيديو ويقول انه انا خلص اعتزلت اليوتيوب. بس انا اليوم مثلا اذا اطبقها على نفسي، من خلص حبيت انه انا اعتزل اليوتيوب واريد انزل مقطع، راح انزل مقطع واني كل ثقه بقراري، لان هذا القرار اني اتخذته من ذات نفسي. بس الواضح واول رساله خفيه وصلت لنا اياها ام سيف من خلال هاي الكم كلمه بالبدايه، انه هي اعتزلت اليوتيوب، بس القرار منابع من عندها ولا من ذات نفسها، القرار هي مغصوبة عليه. وهذا اللي انا وضح هسه قدامي بالفيديو. انتم شنو رأيكم؟ انه فعلا هذا القرار نابع من ذاتها الام سيف، انه هي حابة تعتزل اليوتيوب لو هذا القرار تحت تهديد؟ انا الصراحة رأيي الشخصي انه هي ام سيف هذا القرار مو من ذات نفسها. تمام؟ قلت لكم يعني اول شغلة اذا تحبون انه تعرفون الشخص المقابلكم واثق من كلامه او لا، من خلال التلكؤ بالكلام. اوكي، ام سيف جاي تتلكأ بالكلام، فبالتالي هذا الكلام ما واثقه من عنده هي 100%، ولا خلينا نقول مؤمنه به اصلا، ولا القرار نابع من نفسها. فخلونا نكمل المقطع ونشوف الرسائل الخفيه الثانيه الموجوده بهذا الفيديو اللي طوله بس 29 ثانيه. بس حابه اني لكم شغله. اكو صوت طلع ثواني. بس حابه اني لكم شغله. فعلا اكو صوت، بس ثواني خلي علي. بس حابه اني لكم شغله. بس حابة اني لكم شغلة وطلع صوت، بس ما اعرف هذا صراحة صوت انسان جاي يتعذب لو شنو بالضبط. بالله راح اعلي لكم الصوت طبعا بالمقطع، وراح نشوف شنو هذا الصوت. ثواني. بس حابه اني لكم شغله. الصراحة اللي واضح هسه قدامي انه اكو صوت شخص جاي ينضرب او جاي يتألم. خلينا نقول هنا ام سيف قبل ما ابلش بحركة ايدها، اوكي، اذا جاي تشوفون يا شباب فالبلوز مال ام سيف مكتوب عليه فريدم، معناته الحرية. يعني خلص هذا الشيء واضح ورسالة كلش واضحة تريد توصل لنا اياه بالفيديو، انه هي فعلا جاي يصير وياها شيء غلط. وهاي احدى الرسالات الموجودة بالفيديو، ناجد من خلالها الناس اللي يشوفوها انه ساعدوني انا جاي اتعرض الشيء. بس حابة اني لكم شغلة.
قالت حابة اني اقول لكم شغلة وخلت عيونها على صفحة ايدها اللي هي الصفحة اليسار. من اريد اقول لكم شغلة فتصير عين بعين الكاميرا، بس هي قالت حابة اقول لكم شغلة وسوت هاي الحركة. يعني ركزوا على ايدي، هاي الحركة اللي ما يعرفها فهي حركة طلب المساعدة. هاي حركة طبعا عسكرية يقصد من خلالها انه طلب المساعدة، يقولون انه تحت تهديد السلاح. هاي همي الرسالة ثانية كلش واضحة انه اريد مساعدة، انا محتاجة مساعدة. باي. يعني مثل ما جاي نشوف يا شباب حالة الحزن بوجه ام سيف كلش واضحة، ووصلت لنا رسائل كلش واضحة ايضا بهذا الفيديو اللي بيه تطلب المساعدة. اذا ردنا نحلل هاي الرسائل الخفية اللي موجودة بالفيديو فنعرف من خلالها ان ام سيف جاي تتعرض التهديد او تحت تأثير عصابة او غيره او ما شابه ذلك. هذا المقطع يا شباب اللي طوله بس 29 ثانية، اللي الصراحة مقطع يعني كلش غريب وما تقدر تتجاهله اذا شفته باليوتيوب والناس تفاعلت وياه بشكل مو طبيعي. وايضا انتم طلبتوا من عندي انه انا اطلع واتكلم عن هذا الموضوع واعلن تضامني ويا ام سيف، والله يفرج همك يا اختي ام سيف اذا جاي تتعرضين الشيء حاليا. اللي اريده من عندكم يا شباب انه تدعوا لها الام سيف. وطبعا اكو شغله اللي هي انه انا عندي رقم ام سيف او جبت الرقم ام سيف. انا طبعا اتصلت عليها تمام قبل ما اصور صراحة، وهسه راح اتصل عليها ايضا قدامكم، وان شاء الله نقدر نحصلها. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. مثل ما توقعت الرقم البارحة حصلته اتصلت عليه مغلق. قلت ان شاء الله منا الباكر يفتح. طبعا تصور المقطع من البارحة بس انتظرت، قلت بلكة الله يفتح الرقم ونقدر نتصل على ام سيف ونعرف شنو المشكلة. بس مثل ما سمعتوا يا شباب اللي ما عرف هاي جملة تركية تقصد من خلالها ان الرقم غير متاح حاليا. الله يفرج عليك اختي ام سيف اذا جاي تتعرضين الشيء. وايضا يا شباب اتمنى من عندكم تدعوا لها انه ان شاء الله ترجع بالسلامه، لان مثل ما تعرفون يعني هذا باب رزق حرام ينسد بهاي الطريقه. اليوم اذا قررت ام سيف تعتزل فنتمنى من ام سيف او من اي شخص ثاني انه من يعتزل هذا القرار ينبع من ذات نفسه، ما يكون تحت تهديد او غيرها. بس اني احب اقول شغله، اليوم اني اذا اريد اهدد شخص فاني اما راح اطلب من عنده فلوس، اما راح اطلب من عنده شيء ثاني. شنو السبب اللي خلى الشخص هذا اللي يهددها يطلب من عندها انه هي تغلق القناة؟ شنو السبب؟ هذا التحليل راح يبقى عليكم. ولهنا يا شباب وصلنا لنهاية المقطع. ما راح اقول لكم للاسف، اتمنى تكونوا استمتعتوا، لان المقطع هذا مستحيل تقدر تستمتع وانت جاي تشوفه. مظلومية نازلة على شخص، فالله يفرج عليك يا ام سيف. ولهنا يا شباب نقول لكم ونشوفكم مقطع ثاني، في امان الله.